لو بتلعب تشين ابس او بول ابس وعندك الم في كتفك من قدام فتعالى عشان الفيديو ده ليك. الم او الوجع اللي بيجي لك في كتفك من قدام ده قد يكون الم في وتر البايسبس او ما يعرف بالبايسيبيتال تنديوباثي. طب انا فعلا يا كابتن بيكون عندي الم في كتفي وانا بلعب تمارين زي العقله على سبيل المثال، اتاكد ازاي بقى ان الالم اللي عندي ده هو اللي انت بتقول عليه البايسيبيتال تنديوباثي ده مش حاجه ثانيه؟ يعني صديقي هنعمل حاجه بسيطه جدا مع بعض، هتعمل زي ما انا بعمل كده بالظبط، هتضغط في الجزء الامامي من كتفك بالمنظر ده وهتعمل دوران خفيف للكتف للداخل وللخارج. هتلاقي حاجه تتحرك تحت ايدك كده، ما تخافش، ده وتر البايسبس. لو عندك الم جامد مع الضغط عليه يبقى غالبا ده الم في وتر البايسبس. طب يا ترى يا كابتن ايه الحل؟ انا هقول لك على 3 تمارين ان شاء الله يساعدوك انك تتغلب على المشكله دي. التمرين الاول هو الباندد واي ريس، هتعمله بالشكل اللي في الفيديو ده من 8 ل 12 عده في المجموعه بتحكم في الوزن، يعني مش مطلوب منك انك تعمل التمرين بسرعه، وممكن نعمل مجموعتين الى 3 في مرحله الاحماء او الورم اب قبل التمرين. وكل التمارين اللي هنعملها في الفيديو دي النهارده هدفها ان احنا ننشط عضلات لوح الكتف باختلاف وظائفها. التمرين الثاني اللي هنعمله هو اللاينج برون شولدر اكسترنال روتيشن، واحد من افضل التمارين اللي ممكن تعملها للشولدر اكسترنال روتيتورز، وهتعمله بالشكل اللي انت شايفه في الفيديو ده. التمرين ده نقدر نعمله من 12 ل 20 عده ونعمله مجموعتين، وهو تمرين رغم انه يبان سهل ولكن فعليا بيحتاج منك تركيز جامد عشان تشتغل على دوران الكتف فقط للخارج وتحاول تبعد الكوع عن الحركه. التمرين الثالث والاخير هو السكابيولار انتيريور تو بوستيريور تيبنج، وزي ما انت شايف بنحاول نعمل دوران بسيط للوح الكتف للامام والخلف، وبنعمله بتحكم كبير جدا. ممكن نعمل من 6 ل 8 عدات على الجانب اللي فيه مشكله ونعمل مجموعتين برضو. وطبعا انت محتاج تبعد عن كل الاوضاع الحركيه او التمارين المسببه للالم وتشتغل على التمارين اللي انا قلتها لك دي، وان شاء الله بعد 2 الى 3 سيشن هتبدا تحس بتحسن في الحركه وكمان الالم ان شاء الله هيقل. ما تنساش اللايك والفولو والشير، ولو عندك اي استفسارات سيبها لي وهرد عليك، والسلام عليكم.